يا هلا والله ومرحبا أيها السيدات والسادة الكرام، أسعد الله مساكم بكل حب وود. دمتم بألف ألف خير. أسأل الله لكم السلامة دائما وأبدا، وأسأل الله لكم مثل ما تمنيتم لي. كان شرا فخير وكان خيرا فخير. أسأل الله أن يمنحكم الأمن والأمان والاستقرار في بلدانكم ومن حيثما تتابعوني، وأسأل الله أن تنتهي كل الحروب من كل البلدان الذي يلتهمها الحرب. مساءكم جميل وابقوا معي. سأتحدث إليكم بعد هذه السنابة في أمور تخص بلدي اليمن. اليوم سأتحدث عن يوتيوبرز. هو أردني اسمه جحطاب. هو راح لليمن الفترات الأخيرة، شفته متصدر الترند في مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية، وأيضا الأخبار تتحدث عن هذا جحطاب. هو عنده متابعين فقط في يوتيوب. جحطاب هو يوتيوبرز أردني، وأغلب متابعينه هم من الدول العربية لا أكثر. خلوني أتحدث أكثر عن اليوتيوبرز الأردني. هو أعتقد أردني، ما أعرف عنه، أنا ما عرفته إلا عندما راح اليمن. قبل كذا ما كنت أعرفه ولا كنت أدري عنه. سيداتي سادتي، هو راح اليمن. اليمنيين عملوا لهذا الشخص ضجة وزخم كبير كبير كبير. قبل كذا زارت اليمن، وعاملين طبعا اليمنيين يحذروه الحكومة: انتبهوا تعتقلوا، انتبهوا تفعلوا، انتبهوا مدري ايش، انتبهوا مدري ايش. قبل كذا زارت اليمن قبل سنة أو سنتين العالمية والإنسانية بكلها أنجلينا جولي. من منكم الذي لا يعرف أنجلينا جولي؟ يعني لو فتحت كذا حجرة من أي مكان تسألها عن الإنسانية راح تقول لك أعرف أنجلينا جولي. ما أحد في الكون هذا ما يعرفها. فهي راحت اليمن وما شفت لها هذا الزخم كله، مع أن هي الذي كانت راح تنقل لكم الصورة الحسنة والجميلة هي أنجلينا، وليس جحطاب الذي متابعينه من الأردن ومصر والسعودية. اللي كان راح تنقل لكم صورة جميلة هي أنجلينا جولي، الذي سربتم جوازها وسربتم أوراقها للعالم وللناس من مطار عدن الدولي. فيا سيداتي وساداتي اليمنيين بالأخص يا سيداتي وساداتي اليمنيين الأعزاء، ما فائدة إنكم تنتظروا شخص يأتيكم من دولة أخرى عشان يظهر لكم اليمن للدول المجاورة أو حتى للعالم بصورة حلوة وبصورة كويسة، ويعرض لكم كم صورة ويقول لهم اليمن كويسة واليمن بأسوأ حالها؟ ما الفائدة من إنه شخص يطبل لكم أو شخص يقول لهم شوفوا عندهم حجر وعندهم شجر؟ الأرض هي ليست حجر وليست شجر، والبلدان هي ليست حجر وليست شجر وليست أبنية وليست يا أعزائي الكرام طرق مرصوفة بالذهب. البلدان هي حقوق إنسان، إنسانية، لقمة عيش يأكلها الإنسان. ما فائدة إنه شخص يجي لبلدكم ويعمل لكم زخم أو حتى يعرضكم للعالم بأحسن صورة وإنتم بأسوأ صورة مع أنفسكم، وبينكم البين تقتلوا بعض، وبينكم البين هذا شمالي وهذا جنوبي وهذا مدري ايش وهذا برغلي وهذا دحباشي وهذا 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 وهذا. قبل كل شيء انتم حسنوا صورتكم في بلدكم. انتم لا تحتاجوا احد، واليمن لا تحتاج احد ان يعرضها باحسن صورة للعالم. كل العالم يعرف من هي اليمن واين هي اليمن واين تقع وايش فيها. فقط انتم انفسكم تستطيعوا ان تظهروا انفسكم للعالم، يا بصورة سلبية او بصورة ايجابية. انتم لستم بحاجة يوتيوبرز ما حد درى عنه، ولا انتم بحاجة احد. قبل اليوتيوبرز هذا جدكم أنجلينا جولي، ملكة الإنسانية في العالم. كل العالم يعرفها شرقا وغربا، حتى الملائكة تعرفها. فما عملتوا لها هذا الزخم. بطلوا نقص ودونية. لماذا تشعرون بالنقص والدونية؟ أنتم لستم بحاجة أحد. اليمن معروفة. أنتم فقط ابنوا أنفسكم، صلحوا أنفسكم، صلحوا بلدكم، ثم بعد ذلك كل العالم سيأتيكم، كل العالم سيتغنى في بلدكم، كل العالم سيعرف ماذا يوجد في اليمن. إما الآن اليوتيوبرز ما راح يزودكم شيء، كل العالم سيداتي وساداتي أعزائي وعزيزاتي اليمنيين، أنتم لستم بحاجة أحد يظهركم للعالم. ما فائدة أن يوتيوبرز يأتيكم ويظهر كم صورة من جزيرة سقطرى الجميلة أو من عدن الجميلة أو حتى من صنعاء أو من عدن أو من تعز أو من أي محافظة كانت،
ويقول للعالم إنه هذه هي اليمن وهذه حلاوتها وهذه، وأنتم شوارعكم تمتلئ بالفقراء ما يجدوا لقمة عيش يأكلوا. ما فائدة أنه يوتيوبرز يأتيكم يقول للعالم أنه هذه الصورة اللي التقطتها من اليمن ويتغنى فيها العالم، وأنتم ما عندكم أدنى الحقوق في بلدكم، مواصلات ما في، كهرباء ما في بلدكم، في مستنقع بلدكم تعيش خلف الشعوب في مؤخرة الشعوب. لماذا لا تتغيرون أنتم؟ ولماذا لا تنقلوا صورة جيدة عن بلدكم أنتم بأنفسكم اليمنيين؟ مشاهير اليمن الذين ظاهرين بالقات، ظاهرين، أنتم قادرين تنقلوا صورة جيدة عن بلدكم. فنانين اليمن، ممثلين اليمن، ممثلات اليمن. صورة واحدة التقطها بنت مع هذا جو حطاب، قمتم شوفوا التعليقات في يوتيوب، حسنوا أخلاقكم هي الذي راح تخلي العالم يعرف إنكم شعب طيب، شعب كريم. أنا أتيت السويد هنا بسبب فيديو واحد. أنا اخترت السويد عندما عرضوا علي 4 دول، اخترت السويد لأن الشعب السويدي كان طيب. في 2018 انتشر لي فيديو، شفت تعليقات السويديين، اخترت السويد. فما بالكم أنتم عندما أحد يدخل على تعليقات هذا الآدمي ويشوف السب والقذف والشتم على هذه البنت اليمنية، وهل سيفكر يأتي اليمن عندما يشوف ثقافتكم؟ للأسف الشديد. غيروا سلوككم، غيروا أنفسكم أنتم حتى العالم يأتيكم. غيروا بلدكم، أنتم تستطيعون. أنتم لستم بحاجة أحد يحسن بلدكم أو يظهر بلدكم للعالم بأحسن صورة. أنتم من تستطيعون أن تظهروا بلدكم للعالم بأحسن صورة. سيداتي وساداتي، هذا ما كنت أود أن أقول.